سنة 1937 التسوق كان مختلف تمامًا، مفيش عربيات تسوق، مفيش ممرات واسعة، الزبون كان بيشيل سلة تتملى خلاص يمشي على طول، يعني إيه؟ يعني جسمك هو اللي بيحدد هتشتري قد إيه، وهنا كانت المشكلة المحلات عايزة تبيع أكتر بس الزبون مش قادر يشيل، وهنا بيظهر بطل حلقتنا سيلفان جولدن ماي صاحب سلسلة سوبر ماركت في أمريكا اسمها هيمبتي ديمبتي. الراجل ده مش عالم ومش مخترع عبقري لكنه تاجر شاطر، وكان بيخسر مبيعات مش عشان الزبون مش عايز لكن عشان مش قادر. وفي يوم من الأيام عينه وقفت على كرسي بيتفتح ويتقفل وعجلة لعبة، وقال لنفسه ليه ما تخليش السلة تمشي بدل ما الزبون يشيلها. ومن هنا بقى جه الاختراع العبقري. أول عربية تسوق كانت بسيطة جدا، عبارة عن 4 عجلات وإطار معدني وسلتين فوق بعض. سيلفان أخد الفكرة واشتغل مع ميكانيكي اسمه فريد يونج وصمموا أول عربية تسوق.